تخيلوا 5 شهور ونص بس، دي كانت المدة الكاملة لرحلة واحدة من العملاء اللي كنا بنشتغل على ملفاتهم لحد ما تم الموافقة على الجنسية بتاعها وتحدد لها ميعاد القسم. أيوة، 5 شهور ونص بس. في الوقت اللي انت بتسمع فيه ان ناس كتير بتستنى لسنين طويلة، احنا عندنا كل التفاصيل الصغيرة اللي هي عملت كل الفرق مع العميلة بتاعتنا النهاردة، زي انها استفادت من اعادة استخدام البصمات بتاعتها مرة تانية، وازاي جهزناها لأسئلة المقابلة بتاعت الجنسية اللي هي الصعبة جدا. في الفيديو ده هشارك معاكم رحلتها خطوة بخطوة والاسرار الدقيقة جدا اللي سرعت معاملتها بشكل لا يصدق، وازاي ممكن تستفيدوا من تجربتها دي عشان تسرعوا معاملاتكم انتوا كمان. بصراحة في البداية لما العميلة دي قررت اخيرا ان هي تبدأ رحلة الحصول على الجنسية الامريكية، كانت قلقانة جدا في ظل الوضع الحالي اللي احنا بنعيشه حاليا. كلنا سمعنا قصص من اصحابنا وفي جروبات الفيسبوك، فلان استنى سنة ونص وفلانة مستنية من سنتين وموصلهاش اي خبر. الفكرة اللي كانت مسيطرة عليها هي ان العملية بتاعة التقديم على الجنسية الامريكية دي طويلة ومعقدة، وما عليها الا ان هي تستنى وتصبر وخلاص. بس انا والمحامية اللي بشتغل معاها من النوع اللي ما بيحبش يقعد ويستنى وخلاص. بدأنا نبحث بعمق في كل خطوة احنا بنعملها، مش بس التجارب الناجحة، لا، ركزنا كمان على التجارب اللي هي واجهت تأخير في معاملات الهجرة بتاعتنا. كنا عاوزين نفهم فين بالظبط بتكون ألغام التأخير دي، وايه هي الحاجات اللي نقدر نتحكم فيها علشان نتجنبها. وقبل ما نكمل هنا في نقطة مهمة جدا لازم اوضحها. مدة ال5 شهور دي مدة معالجة طلب التجنس نفسه اللي هو ال N400. ده معناه انها بدأت بعد ما هي استوفت شرط الإقامة الدائمة نفسه اللي هو الجرين كارد، يا إما 3 سنين كمتزوج من مواطن أو مواطنة أمريكية، أو 5 سنين في معظم الحالات التانية. رحلتها الفعلية بدأت 14 يونيو 2025. في اليوم ده وبعد مراجعة استمرت لمدة أسابيع قدمنا الطلب بتاعها اونلاين، ومن اللحظه دي بدات معركتها مع الانتظار. بعد تقديم الطلب باسبوعين تقريبا، ولما كانت تم اشعار الميعاد البصمات بتاعها اللي هو البيومتريك نوتس، وصلت لها رساله مختلفه تماما على حسابها اللي على موقع اليو اس سي اي اس. رساله قصيره لكنها غيرت كل حاجه. الرساله دي كان مكتوب فيها USCIS is able to reuse your previously captured fingerprints and other biometrics. طيب ايه معنى الكلام ده؟ ببساطة شديدة دايرة الهجرة قررت تستخدم نفس بصماتها وصورتها اللي أخدوها منها لما استلمت الجرين كارد من سنين. ده معناها إنها مش هتحتاج تروح لمركز ال ASC اللي هو بتاع دعم الطلبات علشان تعمل بصمات جديدة. الخطوة دي ممكن تبان إن هي صغيرة جدا، لكنها في الحقيقة قفزة هائلة في الجدول الزمني لوقت الانتظار بتاع طلبات الجنسية الأمريكية. العادي إنك تقدم الطلب وتستنى من 3 ل5 أسابيع علشان خاطر يوصلك إشعار اللي هو الموعد بتاع البيومتريكس، وبعدها ممكن يكون الموعد نفسه بعدها بأسبوعين أو 3. إعادة استخدام البصمات دي اختصرت كل الوقت ده. الخطوة دي وفرت عليها حوالي شهرين كاملين من الانتظار. بس للأسف الموضوع ده مش مضمون لكل الناس، وسياسة دائرة الهجرة بخصوصه بتبقى مش واضحة تماما، لكنها بقت شائعة جدا في السنين الأخيرة. لو بصماتك اللي فاتت لسه صالحة، عادة بتكون صالحة مثلا لمدة 15 أو 20 شهر، في فرصة كبيرة جدا إن هم يعيدوا استخدامها. وده كان أول سر حقيقي سرع المعاملة بتاعتها. نيجي بقى للجزء اللي أنا نفسي بعتبره أهم جزء في العملية دي كلها، وهو مش سر قد ما هو تركيز وتدقيق ناس كتير بتتجاهله بسبب التسرع، وهو تقديم طلب أو نموذج ال N400 بتاع الجنسية الأمريكية من غير ولا غلطة. تخيل إن الطلب بتاعك ده يعتبر زي سفينة ماشية لواجهتها اللي هي الجنسية الأمريكية. أي غلطة في السفينة دي مهما كانت صغيرة هي تعتبر خرم في السفينة. ممكن يكون خرم صغير بس هيجبر السفينة إن هي تقف عشان تصلحه. في عالم قانون الهجرة اللي احنا بنتكلم فيه ده، التصليح ده اسمه Request for Evidence أو RFE، وهو طلب لمعلومات زيادة أو تصحيحات. استلام ال RFE ده ممكن يضيف شهور طويلة جدا على معاملتك أيا كانت، معاملة هجرة، معاملة جنسية أو غيرها، لأنه بيطلعها من المسار السريع بتاعه، بيحطها في طابور انتظار تاني. عشان كده اتعاملنا مع نموذج ال N400 بتاعها كأنه أهم وثيقة قانونية في حياتنا. قضينا حوالي
حوالي 4 أسابيع كاملة وإحنا بنملاه الapplication بس، وده اللي إحنا عملناه بالضبط. رقم 1 قرينا التعليمات كاملة، أنا عارف إنه ده شيء ممل جدًا، التعليمات بتاعة نموذج الN400 اللي بتوصل لعشرات الصفحات دي فيها إجابات لكل سؤال ممكن يخطر في بالك. رقم 2 جمّعنا كل الورق مقدمًا، قبل ما نكتب أي كلمة في الطلب جمّعنا كل حاجة، جوازات السفر القديمة والجديدة، تواريخ الرحلات بتاعة الدخول والخروج برّه أمريكا كلها آخر 5 سنوات، باليوم والشهر والسنة، عناوين السكن لآخر 5 سنوات، أماكن العمل، كل ورقة ممكن تطلب. رقم 3 كنا دقيقين جدًا لأبعد حد، في قسم السفر ما كتبناش حوالي أسبوعين مثلًا في مصر، لأ كتبنا مثلًا سافرت من 1 يناير 2023 ل15 يناير 2023. الدقة دي ما بتسيبش أي مجال للشك عند موظف الهجرة أو عند الimmigration officer. رقم 4 المراجعة، ثم المراجعة، ثم المراجعة. بعد ما ملينا الطلب سِبناه يومين ورجعنا قريناه تاني كلمة بكلمة، خلّيت المحامي يراجعه وبعديها أنا كمان راجعته وهكذا. طيب هل كل ده مبالغة؟ لأ خالص والله، دي أمانة في الشغل مش أكتر، لإن المجهود الاستباقي ده هو عامل كده زي جدار حماية، اللي هو بيمنع التأخيرات الكارثية اللي ممكن تحصل، أو طلبات الأدلة الإضافية اللي هي request for more evidence. ضمنّا إن الموظف اللي هيمسك ملفها ما يكونش عنده ولا سؤال واحد ولا عنده ولا شك، كل حاجة واضحة ومتثبتة وكاملة، وده بالضبط اللي بيخلّيه ياخد قرار سريع وينتقل للملف المرحلة اللي بعده من غير أي توقف. في يوم 10 أكتوبر 2025 بعد أقل من 4 شهور على التقديم، وصلت للعميلة بتاعتنا الرسالة اللي الكل بيستناها، إشعار ميعاد المقابلة. كانت المقابلة في نُص نوفمبر تقريبًا على ما أتذكر. لحُسن حظها إن هي قدّمت قبل التعديل اللي حصل على أسئلة الجنسية، ومع ذلك ما اعتمدناش على الحفظ السطحي فقط، ولكن اعتمدنا على الفهم كمان، ودي كانت تجربتها في المقابلة بالكامل. أولًا وصلت قبل ميعادها بحوالي ربع ساعة أو نُص ساعة، استنت حوالي ساعة، بعدها الموظفة نادت على اسمها وكانت ست يعني لطيفة ومحترمة. المقابلة كلها على بعض أخدت حوالي 20 دقيقة، وده مؤشر تاني على إن الملف كان متنظم تنظيم دقيق جدًا وما فيهوش تقريبًا ولا غلطة. وبعد المقابلة بدأت المقابلة بالقسم، وبعدها الimmigration officer طلب منها إن هي تقعد. أول حاجة كان اختبار القراءة والكتابة، ده على حسب ما هي قالت لنا كان بسيط جدًا. الofficer طلب منها تقرا الجملة اللي على الشاشة قدامها أو اللي على الأيباد اللي قدامها Where is the White House؟ وبعدها ملِّتها جملة تكتبها The White House is in Washington DC. وبعد كده جه اختبار التربية الوطنية، بعد ما جاوبت على كل الأسئلة بشكل صحيح الofficer ابتسمت وقالت لها تمام كده كفاية، وساعتها وقّفت طرح أسئلة زيادة. آخر جزء في المقابلة كان مراجعة الطلب بتاعها اللي هو الN400 اللي إحنا مليناه قبل كده، وتحديدًا سلسلة الأسئلة الطويلة اللي هي بتاعة have you ever been اللي هي هل سبق لك أنك عملت كذا أو كذا أو كذا. الأسئلة دي عن سجلها الأخلاقي والقانوني، هل سبق لك وادعيت إنك مواطن أمريكي؟ هل انتميت لحزب أو بتنتمي لأي حزب شيوعي أو غيره؟ هل تم القبض عليكِ قبل كده والّا لأ؟ وهكذا. هنا بقى الصدق هو طريقك الوحيد، إخفاء أي معلومة ممكن يؤدي لرفض طلبك بتهمة التضليل. خليك مستعد تشرح أي إجابة بنعم بصدق ووضوح. بس الحمد لله كانت العميلة بتاعتنا كل إجاباتها لأ. الموظفة عدت على الأسئلة بسرعة، وقدرتها على مناقشة كل جزء من ملفها بهدوء وثقة بين للموظفة إن هي فاهمة كل حاجة وكانت مستعدة للانترفيو ده. في نهاية المقابلة اللي استمرت زي ما قلنا حوالي 20 دقيقة، الموظفة بصت لها وابتسمت وقالت لها congratulations I am recommending your application for approval. وده اللي هي معناها ألف مبروك، أنا أوصي بالموافقة على طلبك. دي طبعا كانت لحظة ما تتوصفش على العميلة بتاعتنا، شعور هايل جدا بالراحة والفخر. الموظفة ادت لها ورقة مطبوع عليها نتيجة المقابلة وعليها علامة صح على المربع اللي هو مكتوب عليه You passed the English test and the US history and the government test. والحاجة المذهلة هنا تاني يوم على طول يوم 24 نوفمبر 2025 تقريبا حالة طلبها الأونلاين اتغيرت ووصل لها إشعار حلف القسم أو اللي هو الأوث سيرموني اللي اتحدد ساعتها في أول أسبوع من شهر ديسمبر. إذا نلخص الرحلة دي كالآتي: تقديم الطلب كان حوالي يوم 14 يونيو، في نهاية يونيو تقريبا وصل لها إشعار إعادة استخدام البصمات، حوالي 10 أكتوبر إشعار اللي هو بتاع موعد المقابلة، حوالي نص نوفمبر المقابلة نفسها والموافقة
الموافقة على المقابلة في وقت المقابلة، وحوالي نهاية نوفمبر إشعار حفل القسم، وحوالي أوائل ديسمبر موعد الحفل بتاع القسم واستلام شهادة الجنسية. فالمدة الإجمالية هنا وصلت حوالي 5 شهور ونص. السؤال المهم هنا، هل المدة دي مضمونة لكل الناس؟ للأسف الجواب الصريح هو لأ. أوقات المعالجة دي بتختلف كتير من مكاتب الهجرة في الولايات المتحدة، بعض المكاتب بتكون شوية أسرع من غيرها، وبعض الموظفين طبعا أسرع من غيرهم. متوسط أوقات المعالجة حاليا ممكن من 5 شهور ونص ل6 شهور، لكن بعض الحالات ممكن تاخد وقت أطول حسب طبعا تعقيد كل حالة منها. لكن اللي نقدر نتحكم فيه هنا هو تجهيز الملف علشان يكون مثالي. الكلام اللي قلناه النهارده ده مش حيل سحرية، بس هي أساسيات بيتجاهلها كل الناس تقريبا. أولا، استغل فرصة إعادة استخدام البصمات دي هدية من النظام، لو حصلت عليها فاعرف كده إنك كسبت شهرين مثلا في الوقت بتاع البروسيسنج أو بتاع معالجة الطلب. ثانيا، ابني جدار حماية قوي جدا ضد التأخير، وده بيتم عن طريق إنك تملى الابلكيشن بتاع ال N400 اللي هو طلب الجنسية بدقة متناهية عشان تتجنب أي طلبات لمعلومات إضافية اللي هي request for more evidence. ثالثا، استعد طبعا للمقابلة بشكل شامل، ما تحفظش الأسئلة بس، لازم تتدرب على الكلام بثقة وفهم كل جزء من طلبك هنا، خصوصا مع الاختبار الجديد. الهدف هنا مش بالضرورة إنك تاخد الجنسية الأمريكية خلال 5 شهور أو 6 شهور أو 7 شهور، لكن ضمان إن معاملتك تمشي بأسرع ما يمكن وبدون أي توقيف ملوش أي داعي. وفي النهاية لو أنت عندك أي سؤال وعاوز تعرف أفضل طريقة للرد على استفساراتك والحديث معاك باستفاضة وتركيز على موضوعك، هو حجز مكالمة للتواصل معايا بشكل مباشر. تقدر تحجز مكالمتك دلوقتي من خلال اللينك اللي موجود في أول تعليق تحت الفيديو أو اللي موجود في وصف الفيديو. أنا أقدر أقدم لك مكالمة تعليمية عن الهجرة لأمريكا، والمكالمة دي هدفها تعليمي فقط بخصوص طبعا الهجرة لأمريكا. أنا فيها بشاركك معلومات عامة من اللي هي معلومات متاحة للعامة، اللي هي publicly available information من مصادر رسمية. فسواء أنت بتدور على طرق للهجرة لأمريكا، أو حابب تفهم الإجراءات المعينة في نوع معين من قضايا الهجرة، أو حتى بس عايز تعرف معلومات عامة عن إزاي تعيش صح هنا في أمريكا بلد الفرص، دي فرصة ممتازة تتعلم من مصادر موثوقة ومفتوحة. تنويه مهم، لو دي أول مرة حضرتك بتشوفني، للعلم أنا مش محامي هجرة، والمكالمة دي مش نصيحة قانونية. كل الكلام اللي فيها هدفه تعليمي وتوعوي فقط، ومبني على معلومات متاحة للجميع. أنا مهمتي ببسط لك الأمور المعقدة بس. لو أنت عندك قضية في محكمة الهجرة ومحتاج نصيحة قانونية، لازم تتواصل مع محامي هجرة مرخص. لو أنت شايف إنك عاوز مكالمة ودية بسعر معقول مليانة معلومات عامة عن الهجرة لأمريكا، أو حتى تستفيد من كل الخبرة العملية بتاعتي في السنين السابقة، تبقى المكالمة دي معمولة مخصوص علشانك وعلشان تساعدك أكتر تفهم عن مواضيع الهجرة لأمريكا، أو تعمل إيه في موقف معين ممكن يكون خاص بيك. في النهاية لو عندك أي سؤال سيبه في التعليقات، وأنا هحاول أرد عليك سواء بالكتابة أو أعمل لك فيديو. وعشان ما يفوتكش أي حاجة، اعمل سبسكرايب في القناة وفعل جرس التنبيهات. ولو انت بتتفرج على اليوتيوب، لو انت بتتفرج قصدي على الفيسبوك او على التيك توك، تقدر تعمل فولو، عشان ان شاء الله هننزل فيديوهات مفصلة عن كل حاجة تخص الهجرة لامريكا والمعيشة هنا في امريكا خطوة بخطوة. دلوقتي لو انت جاي امريكا عن طريق اللوتري وعاوز تسمع اسوأ نصيحة ممكن تسمعها عن الهجرة لامريكا، هسيبك دلوقتي مع الفيديو ده، وده يعتبر خلاصة خبرتي في العمل مع محامين الهجرة الامريكيين هنا في امريكا. شكرا جدا لمتابعتك، واتمنى لك كل التوفيق.